انت كما قلت لك راه بنتك كثروا عندها هاد لي كريز ولاو كيجوها بزاف، واليوم عيطنا عليك حيتاش كانت في الاستراحه كتلعب مع الدراري الصغار وهي طايح. راني ما عرفتش ندير ليها. المهم انت غتهزي بنتك ديها عند الطبيب، راه عندها شي مشكل، راه ما كتسايرش في القسم، ما كتلعبش مع الدراري الصغار في الاستراحه، وتا من الصداع ديال القسم كيضربها في راسها. دي بنتك عند الطبيب وشوفي شنو هو المشكل. ياه اييه بحدها صغيره وقبل لي كبر المشكل. والمدرسه زعما واخا تغيب ما كاين مشكل. شوف لاله زهره، دي بنتك عند الطبيب، راه هي 3 سنين وهي في نفس القسم، غتزيد شويه غيفصلوها. زهرة جارتي، ها عندرا اش قال لك الطبيب؟ طبيب الحومه تا هو طبيب، ما توصلك النوبه حتى تمرضي التينيت. وانت اش قال لك وكان؟ واش نقول لك اخويتي، شاف الدريه قال لي من عندها والو، يا عطاني نشوف لها شي ندير لها شي تحاليل وشي راديو. شتي انا الطفله راه كيبان ليا ما عندها والو، راه غاتي زايده فيه، سير دي الدريه زوريها كرا مكيوسه ولا مشيره. وكنعرف واحد فقيه وكيجمد الماء في السماء وببركته، ونجيبو عندك حتى الدار ياخذ غير داكشي اللي عطيتي. اي والله ما عرفت ندير بعدا داك الراديو اللي خرج ديال الطبيب، وديك الساعه نشوف شنو غندير. وغتبقاي عاد دوري من طبيب لطبيب، انا نقول لك. ايوا شنو ندير اخوتي؟ نخلي بنتي بحال هكا واخا راني غير نتسلف باش ندير ليها هادشي. ايوا يا الحبيبه الله معاك. من مرتدات الغيني الحكم يحتسب ركله حره لفائده المنتخب. برافو مهدي بن عطيه، بطل والله بطل يعني لا يشعرك بانه مصاب وكبيتي الرجل ومساكن، ولكن رغم ذلك الاصرار على الحضور والدفاعيه للاجهزه تاتي من اجل القميص، تاتي من اجل القميص كيفما كانت الظروف لنادي النقطه. انا بالسوس ما بقى السكر اللي بقى راني درتو. فو وبالتالي تفادي التنقل لافريقيا. هذه الامور شفناها مع العديد. اليوم راه عيطوا ليا للمدرسه مالو ماش بغاو. انا ماشي انا اللي سخفت ليهم، كل ما المعلمه سناء مسكينه بقات مقابله حتى مشيت. يا كره عيات من اللعب والجرا. وعرفتي اش قالت ليا؟ اش قالت لي؟ قالت لي باللي الدريه ماشي عاديه، خاصني نديها للطبيب. تاش كتعرفي لا انت ولدك معلمه، مالها امان، ما تدوي ما تتكلم، مالاش خاصه، ماشي بحال داك المسخوط ديال ولدك، نهار ما طار ويجيب لي في التبريه، كل ساعه نضرب ليا مدري في الدريبه. وهذا هو المشكل اللي قالت لي عليه، الدريه ما تدوي، ما تشارك في القسم، ما تلعب مع صحابها، ومن يجيو هما بغيو يلعبوا معاه هي كتخبى. واش انت باغا تحمقيني لا انت ولدك معلمه ديالك؟ واش دابا اللي ظريف وساكت وداخل سوق راسو ولا مريض وخاصو الطبيب؟ وراه نتوما اللي خاصكم الطبيب. ياك وانا سيدي غندي بنتي للطبيب. شوف يا هيتا بلا ما دير لي الطياره تخسري لي العشيه، انا ما عندي ما نعطيك لا باش الطبيب ولا غيره، دبري راسك. وراني عارفك ما تنفع ما تضرب حليب الحماره، نهار ما طالت شاد ليا هاد الركنه، علاه نسيتي من البارح بدات تغوت وتعط في يديها. وراه مجعوره بحالك، ياك انت اللي والداها، حاجه انا مش فاهم ولا حرام. نوضي 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 قاعده حدايا، نوضي نوضي فو على ما عرفتي كي دايره.
معشوق كنت نوار زي علوطان وعلاش حقروق كان زينك مدوع المكان وعلاش حرموك كنت نوار زي علوطان وعلاش حقروك كان زينك مدوع المكان وعلاش حرموك علاش يا زهرة زرعوك في جنان شوق علاش يا زهرة زرعوك في جنان شوق لا زهرة ولا زهرة ولا السيد جا أزيدي خوتي دخل حسين صغير صافي رجعتي على هضرتي وشحال بيضاتي وداتي اش قدالي غير خسرتي فلوسك على والو واش ندير اخويتي انت كتشوفي الدريه على عينيك لا انا كرهت فيه وكاع الطبا كيقولوا ما عندها والو وزيد السيف قيزيد بسم الله الرحمن الرحيم اشوفوا يا لالا راه كاين شي حويجات ما كيفهموا فيهم الطب والو خصوصا هذا الشيء ديال علم الغيب والانس والجن غتموت سليمات سليمة سيد بالله يا بسم الله اسمعي يا لالا راه كل حاجه عندها مواليها وهذا الشيء راه ما كيفهموا فيه غير الناس ديال الواسيد هذه هي البنيه مسكينه مهلوكه اخرجي عليا لالا اخرجي عليا يلا يا بسم الله اجا بنيتي اجي اصبري يا بنيتي اصبري يا بسم الله اخرجوا اسي ويلا كنتو مسلمين خرجوا ويلا كنتو كفار غنخرجكم ليه لا يطري عليكم اخرج يا سيدي اخرج اخرج يا سيدي لا زهرة هلا زهرة هنا انا استاذه زيدي دخلي نهار كبير هذا لا زهرة مزروبة شوية غير كنت دايزة من هنا وانا نقول ندوز نسول في امال ما دراكي بقات شوية واش نقول لك يا استاذه ما خليت فين ديتها كاع الطبات ديتها ليهم كلهم كيقولوا ما عندها والو غادي نحماق وغادي نهتم تما الفقي جبتو ليها الضا ويلا لا زهرة اش من الفقيه هذاك الشيء ديال الفقهاء والتخربيق راه ما قادي لك حتى حاجه هانتي انا غنعطيك الادريسه ديال واحد الطبيب يلا حل جديد في المدينه دي عنده البنيه يشوفها ويقول لك اش كاين سيري الله يجازيك بخير والله يدير لي فيها الخير لا زهره امين الله يعطيك الخير الله يجازيك بخير ربي يخليك يلا نخليك هاد الساعه الله يعاونك بسلامه بون خاصك تعرفي لالا بان المهمه ديالك صعيبه بزاف وخاصك تكون مستعده وعارفه بان بنتك مريضه بواحد المرض ما معروفش مزيان. يا ويلي يا دكتور بنتي اش عندها؟ الله يخليك لالا الله يخليك يا مدام تهدني واسمعيني مزيان. حسب الاعراض اللي قلتي لي عليها وحسب ما شفت انا قدامي كنظن بان بنتك راه مصابه بمرض التوحد لوتيزم. وهذا مرض ماشي بمفهوم ديال المرض العادي اللي غادي نكتب الدواء وغادي تبرا في وانما كتحتاج المرافقه والمتابعه وما كيتعالجش في يوم ولا في شهر ولا حتى في سنه.
غادي يستمر معها لعده سنوات. باش نوضعك في الصوره مزيان، هذا مرض كيتصاب به تقريبا واحد الطفل من بين واحد 60 حاله ولاده طبيعيه، فلهذا ما تخافيش يا لاله. واللي كنطلب منك هو انك تكوني مستعده باش تتبعي معها مراحل العلاج، لان في الاخير غادي تكون انت هي الطبيبه ديالها. والمدرسه دكتور؟ شوف يا لاله، شوف هاد الاطفال، هو هذا النوع من الاطفال ما كيحتاجوش يتابعوا المدرسه ديالهم، يتابعوا الدراسه ديالهم في مدارس عاديه. هما بحاجه الى مدارس مراكز متخصصه اللي كيتعاملوا معاهم بالطرق ديالهم. فلهذا انا غادي نعطيك واحد العنوان من حسن الحظ ديالك على ان كاين هنا في المدينه عندنا واحد مركز ديال الاوتيزم، ديال التوحد، اللي غادي يساعدوك اكثر واللي غادي يتعاونوا معاك وعندهم الطرق ديالهم كيفاش كيتعاملوا معاك. اذا غادي نكتب لك هذا العنوان هذا، اتصل بهم وغادي يكون خير ان شاء الله. انت ها الملف ديالك وها العنوان هذا، وبالتوفيق ان شاء الله. يجازيك بخير. الله يعاونك. الله يجازيك. هذه الجمعيه هذه لاله داروها الاباء ديال الاطفال التوحد في غياب جهات خاصه معنيه بهذا الامر هذا. دابا لاله حنا غادي نعينوك واحد المربيه اللي غادي تكلف بالبنيته ديالك، انت غتكلفي بالمصاريف الماديه ديالها، حيت الجمعيه كتكلف غير بالتكوين والتتبع. هذه المربيه هذه غادي لها واحد البرنامج خاص غادي يساعد البنيته انها تندمج في الاقسام العاديه من بعد ان شاء الله. وزعما ملي غدير هذا الشيء غتقول لي عادي؟ ايوا لاله حنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله سبحانه وتعالى. متى نقدر نجيبها؟ بغيتي من غدا ان شاء الله. للاسف لا زهره، هذه شهرين ما خلصتيش الواجب ديال المربيه. وغير سمحي لي لاله، والله ما صبت كيف ندير. الراجل ما خدامش، جالس ليا في الركنه وانا ما عنديش باش نخلص. حتى لاله حنا هنا حتى حنا ما كرهنا شيء. الجمعيه عندها اكراهات ماديه وميزانيه محدوده، والعادي هي ان كل طفل كيخلص المربيه ديالو. اللي نقدر انا نقول لك اشتغلي معاها شويه في البيت الا قدرتي، ومنين تيسر امورك ان شاء الله الماديه مرحبا. يا بنيتي ما حنديرلك شي حاجه. امل انت فاش هضرتني تما؟ راه تضل تخطط ما نعرفاش دير تم. قهرتني غير بشريه الوراق والملونات.
انا الصراحه عارفه بالله عزيز عليها الرسم، غير هو ما تخيلش تكون موهوبه حتى للدرجه. وداك الشيء زوين زعما، هادشي راه ماشي غير زوين وصافي، هادشي راه رائع. حرام الموهبه ديالها تبقى مخبيه. أنا وحدي عايش في عالم صامت عايش، أنا وحدي عايش في عالم غريب، أنا وحدي عايش في عالم صامت عايش، أنا وحدي عايش في عالم غريب، أنا سامحوني خانتني العبارة، سامحوني خانتني العبارات، سامحوني وفهموني، سامحوني وفهموني، ولا الرحمة والحب في قلوبكم مات، شكون يكون فعوني، شكون يكون فعوني، ولا الرحمة والحب في قلوبكم مات، شكون يكون فعوني، شكون يكون فعوني. أنا وحدي عايش في عالم صامت عايش، أنا وحدي عايش في عالم غريب.